أنا ناهيد حرمة عمري 29 سنة. ربي رزقني بولدين مثل القمر، ومتزوجة من ابن عمي عبد الملك. كنا عايشين في ديرتنا الصغيرة حياة بسيطة وهادية، ما فيها صخب المدينة ولا دوشتها. لكن الدنيا دوارة وظروف المعيشة صكت في وجهنا. عبد الملك زوجي شاف إن الحال في القرية واقف والرزق شحيح، وقرر إن لازم نتحرك وندور لنا مخرج يحسن من وضعنا المادي. وجاء في يوم وقال لي: يا ناهيد، الديرة ما عاد توكل عيش، والعيال يكبرون ومصاريفهم تكثر، وش لايك نشد الرحال للرياض؟ كان قراره مثل الصاعقة علي، لأني ما أتخيل نفسي بعيدة عن أهلي وناسي، بس الحاجة مرة وأنا بنت صول ما أرد شور زوجي. وافقت وقلت له: على شورك يا أبو فلان، رزقنا على الله، وين ما كتب بنلقاه. وفعلا جمعنا قشنا وعفشنا البسيط وتوجهنا للعاصمة ندور لقمة العيش وحياة كريمة، تاركين ورا ظهورنا ذكريات الطفولة والأمان اللي كنا عايشين فيه. وصلنا الرياض، وهناك صدمتنا الحياة بواقعها المختلف، الزحمة والضجة والناس اللي تركض وراء أرزاقها. استأجرنا شقة صغيرة في حي شعبي قديم. الشقة كانت في الدور قبل الأخير، وحر الرياض في الصيف ما يرحم، والمكيفات الصحراوية يا دوب تهف علينا هوا حار. عبد الملك الله يعطيه العافية صار يشتغل يوميات، يعني يكد يوم بيوم، مرة في العمار ومرة في التحميل، يرجع آخر الليل هلكان ما يشوف دربة من التعب. وأنا صرت حبيسة الجدران الأربعة، لا أنيس ولا ونيس. شغلي الشاغل تربية العيال والطبخ والنبخ، أوديهم المدرسة الصبح رجلين وارجع أجيبهم الظهر. وصرت أخاف عليهم من الشارع والسيارات ومن نظرات الناس الغريبة. حسيت بغربة قاسية تاكل في روحي، وصرت أحن لأيام الديرة وجمعة الجارات والقهوة العصرية. بس ما باليد حيلة، هذا نصيبنا ولازم نصبر عليه. في العمارة اللي سكننا فيها كانت الشقق كثيرة والجيران واجد، بس نظام المدينة يلا نفسي، ما حد يدري عن الثاني. وأنا بطبعي قروية خجولة وما أحب أقط وجهي على أحد ولا أعرف أتصنع العلاقات، فكنت دايما قافلة بابي علي وعلى عيالي بالمفتاح والترباس. أخاف من القيل والقال، وأخاف أحد يستنقصنا أو يشوف حالنا البسيط. كنت أسمع أصوات الجيران في السيب وضحكهم وسوالفهم، وأحس بغصة في حلقي، ودي أختلط فيهم بس الرهبة تمنعني. ما كان لي أي علاقة بأي مخلوق في العمارة، كنت مثل الظل، أدخل وأطلع بهدوء وسرعة، وعيوني في الأرض، ما أبغى أحد يلمحني أو يسألني من أنتي ومن وين جيتي. كنت حاسة أن المدينة عالم كبير وموحش، وأنا نقطة صغيرة ضايعة فيه. لكن كان فيه استثناء وحيد في هالعمارة، جارنا اللي شقته مقابلة شقتي تماما، يعني بابنا في بابه. اسمه سليمان، رجال سوداني الجنسية، زول بمعنى الكلمة، طول وعرض وهيبة وسمارة يلمع. كان الوحيد اللي كنت أصادفه وأنا طالعة أو داخلة، وكان يفرض احترامه بابتسامته الهادية وصوته الرزين. كل ما شافني يوقف على جنب ويفسح لي الطريق ويقول بلهجته السودانية المميزة: مرحب يا أختي، كيف الحال؟ وكنت أرد عليه السلام بصوت واطي وأدخل شقتي بسرعة. بس الصراحة قلبي كان يفز فزة غريبة كل ما شفته، شعور ما قد حسيت فيه من قبل. صرت أنتظر اللحظة اللي أفتح فيها الباب عشان يمكن ألمحه، وصار خيالي يسرح فيه وأفكر من هالرجال وش يشتغل وكيف حياته. سليمان كان باين عليه إنه رجال متعلم ومثقف، لبسه دايم مرتد ونظيف، وريحته عطور وبخور، وكلامه موزون، عكس زوجي عبد الملك تماما. عبد الملك رجال على باب الله، تعليمه بسيط يا دوب يفك الخط، وحياته كلها شقة وتعب، ما يعرف يرتب كلمتين على بعض، ولا يهتم بمظهره كثير بحكم طبيعة شغله في الغبار والشمس. كنت غصبا عني أقارن بينهم وأحس بفرق السماء عن الأرض. سليمان يمثل لي صورة الرجال الجنتل اللي نشوفه في المسلسلات، وعبد الملك يمثل الواقع الصعب والممل. وبدأ الشيطان يوسوس لي ويزين لي صورة الجار، وصرت أحس بنقص عاطفي كبير، وأتمنى لو أعيش حياة فيها شوية اهتمام وكلمة حلوة مثل اللي أحس إن سليمان ممكن يقدمها. بديت أتحايل على الظروف عشان أشوفه، صرت أطلع أرمي الزبالة أكرمكم الله في الأوقات اللي أعرف إنه بيطلع فيها الدوامة أو يرجع، أودف عند الباب وأتلكع في ربط الكيس أو تنظيف العتبة لين ينفتح باب شقته ويطلع.
وكان هو ما يقصر، أول ما يشوفني بادر بالسؤال: أهلا يا مدام ناهيد، عساكم طيبين، العيال كيفهم؟ لو احتجتي أي غرض من البقالة أو أي خدمة ثقيلة عليك أنا موجود، لا يردك إلا لسانك، الجار للجار. كنت أرد عليه وأنا كلي رجفة: تسلم يا أخ سليمان، ما تقصر، الله يجزاك خير. وكان صوته يدخل إذني وينزل لقلبي مباشرة، يحيي فيني مشاعر كانت ميتة، مشاعر الأنثى اللي تبغى أحد يحسسها بوجودها وأنوثتها. كل مرة كنت أكلمه فيها كنت أدخل الشقة وأنا لاهثة وقلبي يدق طبول، أجلس ورا الباب وأحط يدي على صدري أحاول أهدي نفسي. كنت ألوم نفسي واستغفر ربي، أقول أنا حرمة مدلوجة وعندي عيال، وش هالأفكار اللي تدور براسي؟ بس طيفه ما كان يفارقني، صار هو محور تفكيري، حتى وأنا أطبخ ولا أغسل المواعين أتخيل ملامحه وكلامه. وفي يوم من الأيام كان الرسيفر حقنا قديم ومبهذلني، كل شوي يفصل وتضيع الإشارة، وكنت أزن على عبد الملك يغيره وهو يماطل لضيق اليد. وفي ظهرية صيف حارقة طفى الرسيفر وعيا يشتغل، والعيال طفشوني يبغون التلفزيون. لقيتها فرصة ما تتعوض إني أكلم سليمان ودخله عالمي. تشجعت ولبست جلال الصلاة وفتحت الباب وطقيت باب شقته بخفة. فتح لي الباب وهو مبتسم كالعادة. قلت له وأنا أمثل الحياة والاضطرار: آسفة يا أخ سليمان على الإزعاج في هالوقت، بس والله توهقت، الرسيفر خرب علي فجأة، وزوجي عبد الملك في الشغل وما يرجع إلا الليل، والعيال صجوني يبغون يتفرجون، وأنا ما أعرف هالأجهزة، لو تكرمت وتشوفه لي إذا عندك خبرة. رد علي بكل شهامة ونخوة: ابشري بالخير يا زولة، ولا يهمك، الحين أجي أشوف لك، مسافة الطريق بس. حسيت بفرحة غامرة إن خطتي مشت عليه وإنه أخيرا بيدخل بيتي. دخل سليمان الشقة وملى المكان بريحته الزكية اللي غطت على ريحة طبخي وكتمة البيت. توجه للتلفزيون وبدأ يفكك الأسلاك ويبرمج الجهاز، وأنا واقفة بعيد شوي أراقبه. كان يشتغل بمهارة وثقة وأنا قلبي يرجف. فجأة التفت علي وقال: يا مدام ناهيد، ممكن الريموت؟ قربت منه عشان أعطيه الريموت ويدي لامست يده. كانت لمسة عابرة بس مفعولها كان مثل الكهرباء اللي نفضت جسمي كله. ارتبكت وطاح الريموت من يدي على الفرشة. حسيت بوجهي يشب نار من الفشلة، وهو دنق بسرعة عشان يجيبه وأنا دنقت في نفس اللحظة. صار وجهي في وجهه والمسافة بيننا قريبة حيل. رفعت عيوني وجت في عيونه، كانت نظراته جريئة وفيها كلام كثير ما ينقال. وقف ووقفني معاه وقال بصوت خافت وهامس: ما شاء الله عليك يا ناهيد، عيونك فيها سحر يضيع العقل، أول مرة أدقق في ملامحك كذا، أنتي جميلة بشكل يوجع القلب. كلامه كان مثل السحر، جمدني مكاني، ما عرفت أرد ولا أتحرك. كنت مسحورة بنبرة صوته وإعجابه اللي صرح فيه لأول مرة. كمل كلامه وقال: حرام هالجمال يندفن في الهم والتعب، انتي تستاهلين اللي يدللك ويحطك تاج على راسه. كلامه لمس الجرح العميق اللي في داخلي. حاولت أتماسك وقلت له بصوت يرجف: يا أخ سليمان، إحنا ناس على قد حالنا، وزوجي عبد الملك طيب بس ظروفه صعبة. قاطعني وقال: الطيب ما يكفي يا ناهيد، الأنثى مثل الوردة، إذا ما انسقت اهتمام وحب تذبن وتموت، وانتي باين في عيونك حزن دفين وحرمان. كلامه كان يحلل شخصيتي وواقعي بدقة، خلتني أخاف وانبسط في نفس الوقت. سألني: ليش دايما قافلة على نفسك؟ ليش ما تعيشين حياتك؟ قلت له: هذه عاداتنا، نخاف من الغريب ونستر على أنفسنا. ابتسم وقال: بس أنا ما صرت غريب الحين، أنا جارك واللي في قلبك واصلني. صلح الرسيفر واشتغل التلفزيون، وقبل ما يطلع التفت علي وقال: أي وقت تحتاجين شيء أو حتى لو طفشتي وتبغين أحد يسمعك طقي بابي، أنا موجود لخدمتك ولسعادتك. طلع وقفل الباب وأنا قعدت على الكنبة مصدومة ومسحورة. من ذاك اليوم صار الرسيفر هو الحجة الدايمة، كل كم يوم ألعب في الأسلاك أو أمسح القنوات واستنى عبد الملك يطلع وأروح أنادي سليمان. صار الموضوع روتين بيننا، وهو صار يتجرأ أكثر في الكلام والنظرات، وأنا صرت ألين وأتجاوب معاه كأني كنت عطشانة ولقيت موية باردة.
وفي يوم من الأيام كان الحر شديد والمكيف خربان، وكنت لابسة جلابية خفيفة عشان أتهوى. ناديت سليمان كالعادة وجاي يصلح الرسيفر المزعوم، بس هالمرة ما خليته يطلع على طول. قلت له يا سليمان الجو نار وريقك نشف، لازم تتقهوى رندي، سويت لك شاهي بالنعناع اللي تحبه. ما كذب خبر ووافق. جلسنا في الصالة وقدمت له الشاهي وبدينا نسولف. كانت سوالفنا في البداية عادية، بس شوي شوي بدت تاخذ منحنى ثاني، منحنى فيه جرأة وتلميحات واضحة، وهو كان ذكي يعرف كيف يسحب الكلام مني. قال لي هو يرتشف الشاهي: تسلم يدك يا ست الستات، الشاهي يجنن، بس شوفتك هي اللي ترد الروح. ضحكت بخجل مصطنع: لا تبالغ عاد. قال: أنا زول صريح وما أجامل، زوجك هذا أعمى ما يشوف النعمة اللي عنده، كيف يترك قمر مثلك لحالها قول اليوم، لو أنت زوجتي ما فارقك دقيقة. كلامه كان يغذي غروري الأنثوي. قلت له بضعف: عبد الملك يركض ورا لقمة العيش وينسى أن لي حقوق ثانية. قرب مني وقال: أنا مستعد أعطيك كل الحقوق، أعوضك عن كل لحظة حرمان، أنت تستاهلين الدلع والحب. في ذيك اللحظة ضعفت مقاومتي تماما. الشيطان كان شاطر وحضر بقوة. نسيت إني زوجة وأم، نسيت العيش والملح، نسيت خوفي من الله، واستسلمت المشاعر المكبوتة. سليمان كان يعرف كيف يلعب على أوتار مشاعري، مسك يدي وباسها، وبعدها تطورت الأمور بسرعة ونجرفنا في تيار الخيانة. دخلنا غرفة النوم وصار اللي صار. خنت عبد الملك في بيته وعلى فراشه، وهو المسكين يكدح برا عشان يوفر لنا حياة كريمة. كانت لحظات نشوة زائفة دمرت فيها كل مبادئي وقيمي اللي تربيت عليها في الديرة، ومن يومها وأنا عايشة في جحيم. العلاقة استمرت وتكررت كل ما سنحت الفرصة، بس الندم ياكل في قلبي أكل. كل ما أشوف وجه عبد الملك البريء وعياله يركضون حوله أحس إني أحقر إنسانة في الوجود، أحس إني وسخة وخاينة. بس المشكلة إني ماني قادرة أوقف. تعلقت بسليمان تعلق مرضي، صرت مدمنة على اهتمامه وكلامه المعسول اللي فقدت سنين. أنا الحين في حيرة وضياع ما يعلم فيه إلا الله. هل أصارح زوجي وأطلب الطلاق، ولا أصر عليه نرجع الديرة وأهرب من هالمستنقع، ولا وش السوات؟ انصحوني يا وجيه الخير، أنا تايهة بين نار الذنب ونار الحرمان.